ابن الإنسان. الآن البابا البطريرك ثيوفيلوس الثالث يقف عند باب قبر السيد المسيح، ويبدأ في خلع ملابسه، في خلع التاج، ثم خلع ملابس البطريركية الصدرة وملابس الأسقفية. ها هو التاج استعدادا للدخول إلى قبر السيد المسيح. القلوب تدق انتظارا لهذه المعجزة الجبارة المتجددة سنويا من عام 34 ميلادية، وقت أن شاهدها القديس بطرس الرسول. الآن بطريرك الروم الأرثوذكس يخلع ملابسه ويظل بالثوب الأبيض، ويقوم بتفتيشه ويحمل حزمتي الشموع، والآن يدخل من باب قبر السيد المسيح له المجد. البطريرك يدخل لكيما يسجد عند القبر ويصلي بورع، ويصلي إلى السيد المسيح لكيما يرسل نوره العديد. الآن أيضا تطفأ أنوار كنيسة القيامة استعدادا لننقل لحضراتكم ظهور النور المقدس من قبر السيد المسيح له المجد في كنيسة القيامة بالقدس. ها هو النور يظهر أيها الأحباء من الباب، ويخرج البابا البطريرك ثيوفيلوس الثالث حاملا شعلتي الشموع المضاءة بنور قبر السيد المسيح له المجد. وها هو يعلن للجموع ظهور النور في هذا العام. إنها لفرحة غامرة، فرحة تمتلئ فيها النفس بالفرح والسلام لإعلان نور مجد رب المجد يسوع المسيح. المسيح قام، بالحقيقة قام. الآن في ثوان معدودة هذا النور ينتقل لجميع الموجودين بالكنيسة وللقناديل حتى الموجودة بالدور الثاني. تشاهدون الآن من منظر علوي جميل كيف أن هذا النور ينتشر بسرعة في أرجاء الكنيسة. وهذا النور لا يؤذي في الدقائق الأولى. إنه لمنظر عجيب ومعجزة جبارة يعلن فيها رب المجد يسوع المسيح عن قيامته وتذكار القيامة. ها هو البابا يشير لكل الشعب بالشعلتين المضاءتين من نور قبر السيد المسيح له المجد.